أهلا بكم جميعا. صباح الخير أو مساء الخير. ده أول فيديو أنا أعمله بشكل مباشر مع متابعين ميركوري ستوديوز. الفيديو ممكن طويل شوية، بس يعني أتمنى إن أنا أحط فيه كل المعلومات اللي ممكن تعرف أي حد مهتم باللون ده من الشانلز أو من القنوات اللي على اليوتيوب أو على التيك توك أو باقي البلاتفورمز. حابب النهارده أديكم فكرة عامة، القناة بتعمل إيه، أنا بعمل إيه بالظبط، على أساس إن لو أي حد مهتم يقدر يشارك. طيب، أنا مين؟ أنا حسام توفيق، ريجنال هيد اوف ليجل في أحد الشركات الأمريكية. أنا بيزد في مصر. إيه العلاقة بين مبادرة ميركوري ستوديوز أو القناة في حد ذاتها وبين الأنشطة التانية اللي ممكن أكون بعملها؟ هشرح لكم. الحقيقة أنا بدأت قبل مبادرة ميركوري ستوديوز بكذا سنة، يمكن ب10 سنين. بدأت بمسألة الكتابة. أنا ليا 3 مؤلفات في السوق. عندي مؤلف قانوني، ده في العلامات التجارية، اسمه الحماية المشكلات القانونية في حماية العلامة التجارية. وده كتاب يعتبر مش أكاديمي قوي، ولكنه دليل لأي حد بيشتغل في حماية العلامة التجارية في مصر، وبيتسمى وكيل براءات. فده يقدر يكون دليل عملي الناس تقدر تجيبه. الكتاب متوفر حاليا اونلاين على بلاتفورمز كتيرة، ومتاح للجميع، مفيش منه نسخة ورقية. بعديها بشوية نزل لي أول رواية، حكايات من مملكة دلمون، كانت طبعة دار ليلى كيان كورب. أعتقد نزل في 2015. وهو ده مهتم أكتر بأدب الرحلات والناس اللي بتحب أدب السفر و... والناس اللي بتحب السفر في العموم. ممكن الاسم غريب شوية، مملكة دلمون، لكن مملكة دلمون ده اسم قديم لأحد الممالك اللي كانت موجودة في منطقة الخليج. فالكتاب يعتبر طبق سلطة جميل للناس اللي بتحب السفر، وهو ممكن يكون يوميات تخيلية أو حقيقية لبطل الرواية هشام تحسين. وده إن شاء الله هيكون. طبعا كان في طبعة ورقية كانت موجودة، لكن خلصت، ودار النشر بعد كده أعتقد صفت أعمالها في مصر. فحاليا البلان اللي موجودة إن الكتاب يتاح قريب على المنصات الإلكترونية، يتاح إلكترونيا يعني. وكان آخر رواية ليا نزلت هي ترانس، دار كتابي للطباعة والنشر والتوزيع، ودي نزلت في 2023 في فبراير. ترانس بما إنها الأحدث هي رواية خيالية، وممكن يتبص ليها إنها رواية تاريخية. ممكن الغرض منها إعادة التفكير في حاجات كتير قوي قوي كانت ممكن عندنا بنبص لها كمسلمات. ودي فكرة ميزة الأدب أو القراية، إنها بتفتح آفاق، يعني بعيدا عن الداي تو داي أو الحاجات اللي إحنا بنشوفها كل يوم في حياتنا. اللي عايز يبص لها بشكل واقعي ممكن، اللي عايز يبص لها بشكل خيالي ممكن، لكن أكيد أكيد هيطلع أكيد باستفادة من أي كتاب من الكتب الثلاثة. وإن كان الكتاب الأولاني بيبقى أكتر، هو كتاب بيخاطب فئة معينة، هي فئة أغلبهم المحامين، وممكن يكون في جزء الناس اللي بتشتغل في حماية العلامة التجارية. ده كده على المستوى الأدبي. طيب، موضوع الكتابة برضو عشان يعني أفتح سكك وآفاق لأي حد بيتابع أو مهتم. هل موضوع الكتابة كده أنا صحيت من النوم قلت أنا عايز أكتب أو أقدم كتابة؟ الحقيقة هي طبعا الرأي دايما بيبقى للجمهور، لكن إمتى أي واحد فينا، حسام، أحمد، محمد، أي حد يقدر شايف في نفسه يعني potential أو دافع انه او احتماليه نجاح، هو حب الحاجه. وده بيفتح برضو اكتر كلام في مساله ميركوري ستوديوز، انه انا ابتديت يعني اكون موجود يعني اونلاين، او موجود على منصه ميركوري ستوديوز في البلاتفورمز المختلفه، عشان احاول اقدم حاجه مختلفه في حاجه انا بحبها او ممكن اكون بعرف اعملها كويس.
فأول بيلر أو أول جزئية مسألة الكتابة في العموم، الكتابة الإبداعية. أي حد طبعا شايف في نفسه إنه يقدر يكتب حاجة وهو بيحبها قوي، الحب أو الشغف هو الأساس في الموضوع ده. أنا عارف طبعا إن مسألة الشغف دلوقتي بقت بيتعمل عليها ميمز وتريقة، لكن هو فعليا لازم الواحد يكون حابب الحاجة جدا. طيب، خليني بقى ألينك كل الكلام ده عشان ما بقاش بتكلم عن نفسي. وانا يمكن حتى اللي متابع، انا كنت يعني قليل جدا الظهور في السوشيال ميديا بقالي سنين، يعني ما كانش المسألة بتستهويني قوي ان انا اظهر او اطلع، لكن لقيت ان لازم اعمل الفيديو ده يبقى فيديو تعريفي. هيبقى طويل شوية بس يعني اتمنى انه يبقى يعني في كل العناصر اللي ممكن تخلي كل واحد ممكن يلاقي منها جزء يمسه، يلاقي سؤال على يلاقي إجابة على سؤال معين كان في ذهنه، وهكذا. طيب، إيه هي ميركوري ستوديوز؟ ميركوري ستوديوز هي قناة وهب أو طبق. الطبق ده جواه حاجات أو عناصر جذب لأي حد شايف في نفسه موهبة وحابب يقدمها من خلال القناة دي. طيب، ايه اللي يختلف من ميركوري ستوديوز عن بقيه القنوات الموجوده، او لو في شركات اوريدي استابليشد او كبيره او كده؟ ميركوري ستوديوز انا الغرض اللي فكرت فيه انها تخاطب مين لفئه الشباب، وخصوصا لو هم الشباب لسه مش لاقيين فرصه مع الشركات الكبيره او مع الحاجات الكبيره او كده. اهم حاجه ان يكون بيقدم فن، يكون فن مميز. ممكن اي حد يسال برضه ايه المقصود بالفن المميز؟ انه لازم، انا في تصوري، ويمكن ده برضو ياخدنا للكتابات او المحاولات اللي انا حاولت اعملها في الثلاث مؤلفات اللي ليا، اني حاولت اني اقدم حاجه ما اتقدمتش قبل كده، بتكلم في مواضيع ما اتقدمتش قبل كده. يعني فكره ان مواطن مصري او قاهري يبقى بيكتب يوميات في مملكة دلمون، وطبعا اللي هيجيب الكتاب او هيبقى انترستد انه يشتريه هيعرف هل المملكة دي مملكة حقيقية موجودة ولا مش موجودة، وكلها امور تخيلية. فهي فكرة الدايريز، او مش دايريز، خلينا نقول يوميات، مواقف بتحصل كل يوم، وفيها مقارنات بين الفكر المصري وفكر المكان التاني اللي الشخص ده او بطل اليوميات راح عاش فيه. والتناقضات اللي بتحصل بتخلينا نفكر في حاجات كتير، نسرح، نعيد تفكير في امور احنا شايفينها ممكن تكون مسلمات. آم، ده من ناحية. بالنسبة لكتاب الملكية الفكرية أو العلامة التجارية، في تصوري كانت كل الكتب وقتها، أنا اللي خلاني أخد قرار إن أكتب الكتاب ده أو الدليل ده لو هنسميه، إن هو يعتبر دليل عملي، إن هو معظم الكتب اللي في السوق إذا ما كانتش كلها في المجال ده تحديدا كانت كتب أكاديمية. يعني بتقول القانون بيقول ايه ومحكمة النقض بتقول ايه وخلافه، بس في الاخر لو دلوقتي حد بسرعة عايز ياخد قرار انه عايز يشتغل الشغلانة دي ويطلع له شهادة ان هو وكيل براءات، يعني هو متخصص في شغل العلامات التجارية وبقية الفروع التانية اللي تحت حماية الملكية الفكرية. وده لاين جديد موجود في مصر، مش جديد طبعا يعني قوي، بس هو نسبيا جديد، واللي بيشتغلوا فيه فئة محدودة. فدي يمكن تكون من الحاجات اللي تبقى جديدة للناس عايزة تشتغل حاجة جديدة، تعمل حاجة جديدة، ومن مميزاتها انه ما يشترطش فيها ان يكون معاه شهادة حقوق او اجازة في القانون. فدي الجزئية. فانا عملت دليل عملي ما اعتقدش انه كان موجود قبل كده في مصر بنفس الطريقة، من واقع انا شغلي في السنين في احد الجهات الحكوميه كنت بتعامل معاها، فقدرت ان انا احصر ايه المشكلات العمليه اللي بتحصل وايه حلولها، بعيدا عن انه التفسير الاكاديمي للقانون. طيب، وفي روايه ترانس الروايه الثالثه برضه حاولت اقدم شيء مختلف، و, و عن طريق الرؤيه تخيليه لبطل الروايه برضه هشام تحسين، اللي كان موجود معانا في روايه حكايات من مملكه دلمون. هو بيعيد النظر في رؤية التاريخ، خصوصا التاريخ المصري. هل التاريخ المصري اللي حصل فيه هو نفسه اللي جالنا؟ ده سؤال يعني
محتاجين على الأقل نسرح فيه ونشوف، لأن اللي بيكتب التاريخ غالبا أصحاب الزمن نفسه هم اللي بيدونوا الأحداث التاريخية اللي بتحصل. والتاريخ المصري ناس كتير كتبت فيه وناس كتير اتكلمت فيه، بس ستيل في أسئلة مفتوحة الناس مش لاقيه لها إجابات، ويمكن أنا حاططها على ظهر الغلاف. كان برضو في بعض الأمور اللي أنا حاولت أجاوب عليها. مثلا مصر مرة مفروض فيها أنبياء، ودي اتذكرت في الكتب السماوية. طيب هي الأنبياء دي ليه ما اتذكرتش على الرسوم أو على الجدران الفرعونية؟ هل حقيقي ما اتذكرتش ولا ممكن تكون اتذكرت؟ وخصوصا إن كان في أحداث كبيرة تم الإشارة ليها في الكتب السماوية. فأنا حاولت إن أنا أعمل إعادة قراية للتاريخ المصري القديم بشكل يتوافق مع المنطق ويرد على أسئلة كتيرة ممكن تكون مفتوحة. وفي الآخر زي ما قلت ممكن اللي عايز ياخدها رؤية تخيلية ياخدها، واللي عايز ياخدها رؤية تاريخية ممكن ياخدها. ليا برضو مؤلفات تانية بس لسه ما طلعتش للنور. ممكن يكون مش شايف ان وقتها مناسب انها تطلع حاليا او تنشر حاليا. بس فده كده باختصار، ونرجع تاني ونقول ان هو اساس القناة انه انا اقدم شيء مختلف. طيب ايه هو الشيء المختلف والمميز؟ خلينا ناخد مثلا حاجة حاجة. قناة ميركوري ستوديوز بترحب بأي مواهب في الفن في العموم. احنا بنتكلم بقى فن سواء في الجانب الموسيقي، وده يمكن برضو بيتاتش معايا شوية. يمكن أنا نسيت أقول في التعريف عن نفسي إن أنا عازف في أحد المعاهد الموسيقية بمصر، وبرضو مغني متدرب على قد حالي طبعا في أحد المعازف في أحد المعاهد الموسيقية في مصر. ومؤخرا كمان يعني أنا بيانيست، ومؤخرا ابتديت أخش في مسألة العود. فبالنسبة لي الجانب الموسيقي بقدر أقيمه مع التيم اللي شغالين معايا، ومعايا تيم كلهم من الشباب وأغلبهم متطوعين لما لقوا مبادرة زي دي. أكيد أنا من ناحيتي كقناة، هي مش قناة أكيد خيرية، أكيد أنا كحسام عشان القناة تستمر لازم يبقى على الأقل ب ب ب بتدر ربح يغطي المصاريف او التكلفه اللي ممكن تكون بتتعمل. احنا لسه عاملين زي سوفت لونش، وحابين جدا جدا ان احنا نبقى فاتحين الباب لاي حد حابب يعرض موهبته، ونبتدي احنا كتيم نقيمها ونشوف اذا في اي بروجكت نقدر ننتجه له. هل في اعمال قريبه نازله؟ في اعمال قريبه ان شاء الله نازله فيري سون. فيديو كليب اتمنى ينال اعجاب كل الناس. مش انا اللي بغني فيه، احد الشباب الموهوبين هو اللي هيكون بيغني فيه. وانا هدي بريف على الفيديو كليب اللي هينزل ان شاء الله قريب على ميركوري ستوديوز، عشان اي حد مهتم انه يتابع القناه يقدر يعرف انا بخاطب مين. الفيديو كليب ده اول عمل متصور للمغني، ويعتبر اول او يعتبر تاني فيديو كليب للمخرجة، مخرجة شابة في العشرينات. المغني برضه في العشرينات. وتقريبا كل المشاركين سواء مودلز او ممثل رئيسي في العمل كلهم في العشرينات يعني. وفي منهم اول مره يقف قصاد الكاميرا. ف ده اللي انا بتارجته، ما دام انه احنا نقدر نقدم حاجه كويسه مختلفه بتقدم فن، اكيد هيكون ليها مكان في ميركوري ستوديوز. طبعا الموضوع اكيد في يعني بتحكمه بادجت وبتحكمه اعتبارات كتيره، خصوصا مساله يعني لو انا حتى بشتغل ممكن لو كوست او لو بادجت، ده ما يعنيش ابدا ابدا ان انا باجي على الكواليتي. بالعكس، اللو بادجت او اللو كوست معناه ان انا بعمل احسن كواليتي ممكنه بس باقل تكلفه ممكنه. وحاليا ما بقاش خلاص في مساله انه ممكن حد مثلا يعمل كليب
بمبلغ كده صغير وخلاص، لا، المواضيع بتتكلف جدا جدا. التكلفة بتخش يعني على أقل تقدير كعناصر، أو من أكتر العناصر اللي بتاخد تكلفة معدات التصوير والإضاءة وتأجير اللوكيشن وخلافه. ف... ف... فدي من الأمور اللي بقت بمخلية الاندستري نفسها مكلفة. عشان كده حتى لو انا بتكلم كلو بادجت، في كل الاحوال هي بتبقى حاجه مصروف عليها كويس. وحابب انه المبادره توصل لاي حد شايف زي ما بقول في نفسه البوتنشال. انا بتكلم على موسيقى، وافضل دايما في موضوع الموسيقى انه حاجه من الاثنين. يا اما المتقدم انه يكون موسيقي، بمعنى انه بيعزف آلة. يعني فكرة انه يكون بيعزف آلة، ولو يعني عنده فكرة عامة أو مبادئ أو لسه في ليفلز أولية شوية، دي بتفرق كتير. يعني على افتراض إن هو هيغني، فكرة إنه يكون بيعزف آلة مهمة جدا. من ناحية هي بتبقى بتظبط الودن أي ما كانت الآلة، ممكن بنتكلم بيانو، كيبورد أو أورج زي ما بعض الناس بتحب تسميه، عود طبعا، جيتار. يعني أي حاجة من الحاجات دي لو المغني ملازماه او هو بيعزف على احد الالات دي، بتحسن من فرصه انه يستمر، ويستمر يعني في الماركت او في السوق قدام. فهنسمع لو حد عنده تراكس او حاجه عايز يبعتها يبعتها. طبعا الافضل انه دايما لو حد هيبعت حاجه ان الحاجه تكون يعني مسجله او محميه كحق مؤلف، عشان ما يعملش اكسبوجر ليها او ينشرها ولأي سبب ما يجي له الاحساس انها اتسربت او حد خدها او الى اخره. ففكرة الموسيقى، احنا بنرحب بأي حد عنده الموهبة وجاهز، وكمان بنرحب لو حد عايزنا ندله على الطريق المظبوط وان احنا نبتدي نقدمه لأحد المعاهد الموسيقية اللي ممكن يكون ليها فروع منتشرة في القاهرة. مينلي احنا لسه يعني حاليا بنغطي القاهرة واسكندرية. يعني دي المناطق اللي احنا ممكن نقدم فيها دعم، آه، بحيث ان في لو حابب انه يخش آلة معينة هنقول له، نديله ريكومنديشنز او مقترحات انه يروح فين ويعمل ايه. وبعدين احنا نقدر بعد كده نتابعه لو حابب يخش بعمل ينزل على الشانل عندنا. ده من ناحية. مسألة برضو الغنى، في ترينرز كويسين جدا معانا، أكاديميين، يعني أعضاء في كليات التربية الموسيقية في مصر. فبنقدم برضو تاني بدور على الكواليتي. آه، آه، بالنسبة سواء الغنى سواء الموسيقى، دايما في اعتقاد بيجي عند بعض الناس. ممكن واحد يقول هو أنا صوتي حلو ولا وحش؟ هو أنا بشوف بقول حاجة دايما، مفيش حاجة اسمها صوت حلو وصوت وحش. في حاجة اسمها صوت بيقدر يغني النوتة الموسيقية ويلتزم بيها، يعني ما بينشز، وحتى لو بينشز دي فكرة التدريب وخلافه. بس ان هو يكون عنده القدرة انه يميز الاصوات الموسيقية ويقدر يغني الاصوات الموسيقية دي او النوتة الموسيقية يقدر يغنيها. ففي فاريانسز كتيرة او اختلافات في الاصوات، محدش يقدر يقول ان في صوت حلو وصوت وحش. الناس اذواق في الموضوع ده. ودي قاعدة يعني هتسهل على ناس كتير ان هم ياخدوا الخطوة دي. من مميزات برضو مسألة ان حد يبقى انرولد او آه مسجل في احد المعاهد الموسيقية وبيتمرن وكده، فكرة الحفلات. المعاهد الموسيقية يمكن ان ليا فيديو، بس كانت الجودة بتاعته كصوت مش احسن حاجة، انه كان متصور بكاميرا موبايل. كانت احد حفلات المعهد اللي انا ممبر فيه يعني، ودي كانت حفلة سنوية. الحقيقة انا كانت بالصدفة، يعني انا كنت بغني وبتمرن على الغنى لان انا بحب الغنى بشكل شخصي، قلت هعمله لنفسي. الحقيقة مدير المعهد وقتها كان عنده زي نقص في عدد المشتركين في الحفلة السنوية كمغنيين، فطلب مني يعني، قال لي لو اقدر اخش معاه على اساس ازود العدد شويه. وبالفعل الميزه بقى في الموضوع ده، وده اللي عايز احاول انقله لكم، انه الوقوف على المسرح مهم جدا 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 التدريب عليه. ان مهما كنت انت كونفيدنت او واثق من قدرتك على الغناء او على العزف او خلافه،
مواجهة الجمهور دي شيء مختلف خالص، ودي من أصعب الأمور. فأنت ممكن تبقى عندك تصور إن أنت هتسجل معانا تراكس وهننزل بشغل وهننزل بحاجات، بس لما تيجي بعد كده تدعى لأي حفلة أو أي كونسرت أو أي حاجة لايف، هتلاقي شعور مختلف خالص. وإذا ما كنتش متعود على وقفة المسرح، القصة معاك هتبقى مختلفة خالص. يعني أنا هحكي لكم بس انطباع شخصي على اللي حصل لي. آه، رغم ان انا متعود على ان انا اطلع قصاد مجموعات كبيره، سواء ان انا بدي سيشن في مجال شغلي او يعني بدي محاضره كلوزد او مقفوله في مجال القانون او خلافه. آه، الفكره مختلفه. اولا حسيت ان انا عطشان جدا لما جيت طلعت المسرح، كلها حاجات بتيجي من التوتر. وفكرة ان انت لازم تخاطب الجمهور وتشوفه هو دماغه رايحة لايه، او عايز يعني تو بريك ذا ايس، وازاي تبقى مشيتك او حركتك. كل دي امور لقيت ان في حاجات كتيرة قوي هيتعمل لها تطوير وانهانسمنت، بس ما ينفعش بشكل نظري، لازم اطلع اكتر من مرة. ودي الفرصة اللي احنا ممكن بنقدمها لاي حد يعني مهتم بالموضوع. على حسب ما انا متابع الاسعار الموجوده في المعاهد دي اللي احنا هندله عليها، اسعار ريزنبل جدا. في حاجات للمبتدئين خالص، وفي حاجات للناس البروفيشنال. اعتقد الاسعار هتبقى في متناول الجميع يعني. وهو الفن بشكل عام، وده يمكن ده التارجت، انه هو يعني بيفصل، بيخلي الواحد يقدر يفصل في خلال ضغوطات اليوم بتاعه، ويقدر ينفس عن حاجه هو بيحبها. السؤال is it too late، او احنا ممكن حد يقول لك انا يعني كبرت، انا مش هلحق، انا كذا. it's never too late. وحتى لو ما كان لم يعني الشخص لم يوفق ان هو يقدم حاجة للجمهور، على الاقل هو ممكن يعمل الحاجة اللي تحسسه هو ان هو مبسوط، انه يعمل حاجة هو بيحبها. وحاليا انا اعتقد يعني حتى اللي مش حابب انه يعرض عندنا في القناة وانه يشتغل معانا، دلوقتي خلاص السوشيال ميديا مفتوحة للجميع. اللي حابب يقدم حاجة شايف ان هي هتعجب الناس، سواء الناس قليلين كتار كده، دي في حد ذاتها تبقى حاجة لطيفة. ما بقاش في زي الأول إنه لازم الواحد يعني يبقى مسجل مثلا في الراديو أو في الإذاعة والتلفزيون، وإنه لازم عشان يعتمدوه كمطرب أو كده. دلوقتي خلاص اون اير، يعني كل حاجه موجوده على النت. ودي يمكن اللي شجعتني انا نفسي ان انا اطلع واقدم محتوى، رغم ان انا كنت يعني يعني مش ما بفضلش قوي ان انا اعمل حاجه اونلاين. طيب، ايه تاني ممكن نكون بنقدمه بجانب بقى الجانب الموسيقي في الجانب التمثيلي؟ الجانب التمثيلي او السينمائي او الدرامي. احنا عندنا برضو في التيم بتاعنا شباب very talented، يقدروا يحطوك على الطريق المظبوط. وهدي امثله على الانشطه اللي ممكن ان شاء الله هنعمل بيها announcements في الوقت المناسب يعني. عندنا ورش، وعندنا بجانب مثلا ورشه التمثيل، ودي بيقوم بيها شباب ممثلين اوريدي، هتبقوا عارفين وشوشهم، طلعوا في اعمال سواء سينمائيه او تلفزيونيه، وعندهم البوتنشال انهم يعملوا ده. هنقدم ورش تمثيل حلوه جدا. بجانب كده في برضو ورش اكسترا اوردينري او مش معتاده، زي ورش الموديلنج. فكره دايما في مصر احنا من زمان كنا بنتابع، بنلاقي فلان طلع موديل في اغنيه، او فلان طالع موديل لبراند معينه، غالبا لبس او حاجه زي كده. ذكرياتنا بترتبط بناس كتير كانوا بيطلعوا موديلنج من زمان، وكانت دي وظيفتهم الاصليه. ممكن الموديلنج ده يشتغل في الاعلانات المتصوره، وممكن يبقى موديلنج في في البوسترز. عندنا يعني احد الموهوبين اللي كانوا شغالين في الموضوع ده بقالهم سنين، يقدر ينقل لكم خبرته في الموضوع ده، ويدي ويعني ورش او محاضرات ازاي تقدر تخش المجال ده، مجال ان انت تبقى موديل بجانب مسألة التمثيل. عندنا برضو ورشة إخراج، وورشة الإخراج برضو عشان أقدم شيء مختلف يبقى مختلف، طبعا محتاج إن أنا أقدم
اسعار اقل من الاسعار الورش اللي اغلبها موجود دلوقتي، ممكن تكون مع اسماء كبيره قوي. ومن ناحيه تانية المحتوى، الحقيقه انا يعني قدرت برضو اتفق مع احد الموزعين لاحد الكتب الاجنبيه يعتبروا بيست سيلر في مجال الاخراج السينمائي. فالكتاب ده عرفنا نتواصل مع الموزع العربي بتاعه في مصر، اللي بيوزع النسخة المترجمة بالعربي للكتاب الأجنبي ده في الإخراج السينمائي. فناس كتير لو كنت تسمعوا اللي بيروح يبقى عايز يدرس إخراج بره ويرجع. وإحنا شفنا بقى أعتقد كتير في أسماء كتيرة برضو ابتدت فكرة إن حد عشان يبقى موسيقي لازم يخش تربية موسيقية أو معهد موسيقي للآخر، تبقى هي دي دراسته الأساسية. اللي عايز يبقى ممثل لازم يخش معهد سينما أو معهد فنون مسرحية. الفكرة دي الفكرة الكلاسيك، بس أنا اللي بحاول دلوقتي أعمله إنه امشي مع الستريم او مع الويف، انه اتس نيفر تو ليت. انت ممكن تبقى مخرج كويس قوي، ممكن تبقى ممثل كويس قوي، بشرط انك تكون حابب الحاجة قوي وانت تحاول تكمل الدراسات. لازم برضو تدرس ولازم تتمرن، سواء الدراسات دي دراسات في هيئة ورش وخلافه، او سواء انه انت يبقى في جزء نظري منها يفتح يعني فكرك وتكون مميز. فده كده بشكل عام الحاجات اللي ممكن تتقدم. وتاني هقول ليه لازم الواحد يكون، اي حد هيتقدم ان شاء الله في ميركوري ستوديوز ليه لازم يكون حابب الموضوع. لانه الحقيقة الدراسة متعبة، ودي لازم تكون واضحة. وأنا بشوف دايما الدراسة أساسية، يعني لازم الجزء الدراسة أو التمرين ده لازم زي لعيب الكورة. ما ينفعش لعيب كورة موهوب ما يتمرنش ويخش على طول الماتش. دي مطبقة بالذات كمان في موضوع الفنون بشكل عام. ف مثلا على سبيل المثال يعني لأي ممكن بيانيست هيبقى عارف ده كويس. قراية النوتة والتمرين عليها والتدريبات والالتزام بالإيقاعات، الأمور دي كلها تاخد مجهود ولازم تدريب. وطبعا برجع أقول تاني، في بعض الأغاني خصوصا الأغاني القديمة اللي كنا احنا بالنسبة لنا كلاسيكيات زي أم كلثوم و... 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 وعبد المطلب. وانا بتكلم اكتر على اساس الملحن، يعني الملحن مثلا ام كلثوم اغانيها اللي لحنها مثلا محمد عبد الوهاب، دي الحان صعبه، صعوبتها في ان غناها صعب. فانلس انه انت ودنك موسيقيه وبتحب المزيكا جدا، ويعني يفضل كمان لو انت بتعزف آلة، ده هيسهل لك كتير انك تعرف تغني النوتة صح، ما تبقاش بالنسبة لك اوت اوف تيون، او ان القصة تبقى بالنسبة لك صعبة. فهي مسألة الحب او الشغف دي هي الاساس، ونقدر بعد كده نقيم ونشتغل مع بعض. ان شاء الله يعني المشروع الجاي هينزل قريب. آه، ان شاء الله يا رب يعجبكم. واللي طبعا يعني بيشوف الفيديو ده لأول مرة من خلال السبسكريبشن هيقدر يتابع أكتر إيه اللي ممكن موجود أو بيحصل. آم، ومن ناحية التواصل أو وسيلة التواصل، أنا عندي البيج بتاعتي على الميركوري ستوديوز، موجودة على اليوتيوب وعلى التيك توك. لسه طبعا الإصدارات أو الريليسز اللي جواها قليلة، زي ما بنقول هي سوفت لونش لغايه ان شاء الله يعني ما الكليب ينزل وما قبله ان شاء الله. في كمان بيج على الفيسبوك وفي على الانستجرام. عندي بيج تانية اللي هي حسام توفيق، مكتوبه بالعربي وبالانجليزي. دي مينلي مركزه على الاصدارات الادبيه، على عكس ميركوري ستوديوز مركزه اكتر على الاصدارات الفنيه، سواء موسيقى او دراما في الحالتين. دي كده بشكل عام يعني البريف على انا بعمل ايه والقناه بالظبط بتعمل ايه. بس يعني اتمنى ان شاء الله تبقى قناه مفيده. والتواصل ممكن اي حد حابب يتواصل ممكن يبعت مسجز على الماسنجر
الخاص سواء بالصفحة الأدبية أو اللي هي حسام توفيق بالعربي وبإنجليزي، وبحط البيجز بتاعتي في الديسكريبشن الخاص بالفيديو ده، أو من ناحية تانية يبعت على البيج بتاعت ميركوري ستوديوز. في طبعا يعني خليني أقول إنه في أنواع تانية، اللي بيكتب سيناريو، اللي شايف موهبة في الدوبلاج، يعني أي نوع من أنواع الفنون، في الشعر طبعا، في الشعر طبعا. وتاني بقول يفضل إن الحاجات تكون مسجلة، يكون واخد عليها حق مؤلف يعني، ومع معاه شهادة بكده. بس ده كده بشكل عام. آم، كنت أتمنى طبعا إن الفيديو يكون لايف لو في أسئلة أو في حاجة، لكن أنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا أجمع الأسئلة اللي ممكن تكون موجودة عند أي حد. ممكن بعض الناس برضو يبقى عندهم سؤال أو تساؤل بخصوص هو لازم يكون عندي آلة في البيت، يعني عشان ده خصوصا اللي حابين يخشوا ورش ليها علاقة بالموسيقى أو تدريبات بقى. الموسيقى بالذات بتكون بيخش بنرشح له أحد الترينرز أو المدربين، وهم عندهم كل حاجة، يعني عندهم الآلات وكده. فلو حد لسه ما عندوش الآلة في البيت، يعني مثلا على سبيل المثال البيانو. البيانو مش شرط يكون موجود في كل البيوت. البيانو زي ما ناس كتير يعني يمكن عارفة، هو كان جزء من جهاز العروسة زمان في الأربعينات وفي الخمسينات عند بعض الأسر. فكان البيانو جزء زي كده النيش عندنا دلوقتي أو كده. فالبيانو حاليا أسعاره غالية، يعني أسعاره غالية مش رخيصة. فلكن دي ليها حلول، يعني ممكن لغاية ما هو يعني يقدر انه يحاول يشوف حاجة تكون مستعملة، تكون يعني حالتها كده معقولة. ممكن انه يعني يتم مثلا تكثيف المحاضرات اللي هو بيعملها، تبقى مرتين في الاسبوع بدل مرة، فيبقى المحاضرة منها تدريب ومنها ممارسة اللي ممكن يكون المفروض يعملها في البيت. فما فيش مشكلة خالص. واحنا ممكن حتى نساعده على انه يروح يقدر يجيب آلات مستعملة او جديدة بأسعار كويسة. يعني احنا غرضنا انه الفن ينتشر بشكل حلو، يبسط الناس، وفي نفس الوقت يخاطب فئات ممكن تكون مش لاقية فرصة مناسبة. آه، بس ده كده باختصار. وأتمنى أنا أحاول أكمل الفيديو، يعني أرد على أي أسئلة متوقعة ممكن تكون موجودة في ذهن أي حد، بحيث يبقى الفيديو شامل كل حاجة. يمكن من الأسئلة اللي يعني كنت بتسألها من وقت للتاني، إزاي نلاقي وقت؟ هي الحقيقة دايما فكرة الوقت دي ممكن تتظبط. يعني أنا عندي وظيفة خاصة بيا، دي الوظيفة اللي هي المنتظمة بالنسبة لي. احنا طبعا عارفين كلنا ممكن في أوقات معينة مسألة الهواية بتيجي على جنب شوية، وقت بقى ثانوية عامة ونخش الجامعة ونشتغل الحاجة اللي هي مصدر الدخل الرئيسي، وبعدين بقى تبقى الهواية تفضل هواية. وبيفضل دايما القرار، هل نطور الهواية ولا نسيبها زي ما هي. هي المسألة كلها مسألة إن كل واحد يعبر عن نفسه بالحاجة اللي بيعرف يعملها. دي بتفرق كتير. وهحكي لكم على تجارب، يعني يمكن في التجارب الأخيرة ما دخلت في المسألة بشكل بروفيشنال أكتر عن شكل الهواية، هحكي لكم عليها. طيب، هي المسألة كلها إدارة وقت فراغ. يعني إحنا ممكن وقت الفراغ عندنا، في اللي ممكن يحب ينزل يقعد على القهوة، اللي يحب يخرج، اللي يحب يسافر كتير، اللي يحب يقعد يتفرج على البلاتفورمز او السوشيال ميديا، او يعني في اوقات فراغه. الفكره كلها ان انت ازاي تماكسمايز وقت الفراغ بتاعك بحيث انه يبقى مشغول جدا. فده اللي انا بعتقد انه ممكن يتعمل، وممكن جدا جدا، مش شرط ان انت تسيب الكارير بتاعك وتعمل توتال شيفت عشان تمارس الهوايه اللي انت بتحبها من خلال ميركوري ستوديوز.
وزي ما بقول لك انت تقدر تدور، يعني تقدر تدور على الحاجه. ممكن حد يسال مثلا طيب انا اعرف ازاي ان انا بكتب كويس؟ هتلاقي نفسك من بدري الحاجات دي بتظهر، غالبا هتلاقيها في وقت المدرسه. كنت بتكتب موضوع التعبير ازاي؟ كانت الناس ممكن الناس بتقول لك ايه ده عن موضوع التعبير، يعني طبعا موضوع التعبير هو في الطبيعي بيبقى ممل بالنسبه لاغلب الناس في ماده العربي. بس لو بالنسبه لك موضوع التعبير حاجه محببه وبتعرف تكتب، دي هتفرق، يعني دي خلاص كده انت ده بوينتر لان انت بتحب تكتب عشان تقدر تكمل. بيتسأل سؤال دايما، ايه اصعب حاجه في الروايه عشان تيجي تتعمل؟ انا ما بشوفش ان انا طبعا كاتب محترف او روائي محترف، انا بس بحب اعمل الحاجه دي. واي حاجه بشوفها منتج ممكن ينزل السوق ويعجب الناس حتى لو عدد قليل بعمل كده. لكن اللي طبعا الكتاب البروفيشنال او الروائيين البروفيشنال هيبقوا عارفين ده اكتر مني وافضل مني. انه يعني انا من خلال تجربتي اصعب حاجه في الروايه او في انك تكتب حاجه هي بدايتها، انك ازاي تبدا، وان ازاي تبدا دي هياخدك خطوتين لورا البريباريشن نفسه، يعني ال التحضير للروايه. يعني خليني مثلا هدي مثال، على سبيل المثال روايه ترانس، وهي بالمناسبه متوفره دلوقتي مكتبات الاهرام، متوفره في مكتبه كليب اللي في الرحاب، وقريب هتكون في فيرجن ستور، وهتكون في ديوان وغيرهم من المكتبات. روايه ترانس خدت مني تحضيرات تقريبا سنتين لانه لما باخد قرار ان انا عايز اقدم ماده تكون لطيفه ومسليه ما تبقاش ممله، وفي نفس الوقت بتقدم معلومه او بتقدم وجهه نظر مختلفه ممكن تخلي الواحد يفكر، بتحتاج ترتيب. وما بقولش انها كلها بقى افكاري الخاصه او انا سرحان مع نفسي. هي الادب الروائي هو طبق سلطه من مجموعه خبرات وتجارب، ممكن يكون واحد يا اما شافها بنفسه، يا اما سمع عنها، يا اما قرا عنها. فهي اعاده تجميع لافكار ممكن تكون يعني سكاترد او منتشره في اكتر من مكان. واهم حاجه انها تعجب الجمهور. الجمهور دايما هو السيد، ودي بقى دايما الصعوبه انك تعمل تقدم عمل قيم وفي نفس الوقت يكون مسلي. ويمكن عشان كده انا يعني الثلاث مؤلفات بتوعي ما اعتقدش في اي واحد فيهم زاد عن ال 200 صفحه. يعني انا يمكن انا نفسي بمل من فكره ان انا امسك روايه 400 صفحه 500 صفحه اقراها، الا يعني في استثناءات قليله جدا. لانه حاليا فكره الفيجوالز او فكره انه في روايه كتبها مثلا نجيب محفوظ والروايه دي اتعملت فيلم، في ناس ستيل بتحب تقرا الروايه نفسها، لكن فكره وجود فيلم بيلخص الروايه في ساعتين مع المؤثرات البصريه مع كده، ده ممكن يكون اوبشن اسهل لناس كتير. ف ودي اعتقد من التحديات اللي ممكن تقابل اي كاتب او روائي ناشئ او مبتدئ لسه ما عندوش جمهور، انه ازاي يقدر يبقى يحجز مكان ليه جوه الماركت او جوه السوق. انه لازم يقدر يدرك المتغيرات اللي حصلت في ده حاليا، انه في اوريدي الانترتينمنت او التسليه بقت بتوصل بشكل اسهل من فكره انه زمان ما كانش فيه غير الكتب. يعني انا افتكر مثلا على وقتي انه وانا طفل صغير، انه كان والدي الله يرحمه كان بيجيب لنا المجلات انا واخواتي، كان بيجيب لنا المجلات كل اسبوع سواء ميكي او سواء سمير او ماجد. وكان في فترة نزلت مجلة علاء الدين كانت بتنزل أعتقد كل جمعة. فإحنا كنا بنبقى دايما مستنيينها، ودي برضو ممكن بتدي انديكيتور لفكرة حب القراية. عشان تكون كاتب جيد لازم تكون قارئ جيد. ف... فأنت برضو كل الحاجات دي بتبقى كلها تريجرز أو يعني آم، حاجات بتنبهك انه انت عندك شيء ممكن يتقدم، وده يوفر عليك انه انت بدل ما تحبط نفسك او تقول لا انا مش موهوب وانا فلان وانا علان كده. ده من ناحيه. من ناحيه تانية الناس المحيطه حواليك دي سلاح ذو حدين. ممكن الناس المحيطه حواليك يحبطوك، وممكن يبقى هم انت بالنسبه لهم انت شخص معتاد بالنسبه لهم، فممكن يحبطوك ان انت تقدم حاجه كويسه. لا 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 انت صوتك وحش، لا لا انت ما بتعرفش تكتب كده. حاول دايما اسمع لوجهات نظر مختلفه.
بقول سلاح ذو حدين لان احيانا ممكن الناس المحيطين بيك يعني يبالغوا في اعجابهم بحاجتك. فلازم يكون عندك احساس داخلي دقيق وسليم، وده عمره ما هيحصل غير لو انت
الشعر طبعا، لو حد بيكتب شعر باللغة الفصحى ده حاجة جميلة جدا، هنحب برضو ان احنا نشوفها. آه و لو في حاجة بالعامية تلمس الناس ومختلفة، اكيد هنحب نشوفها. ده اكيد. طيب، فكرة التلحين والملحنين، وهنا برضو ده الفكر اللي انا بفكر يعني فيه كميركوري ستوديوز انه يتقدم. هو مفترض انه اللحن الاولد سكول او الكلاسيك، وهقول ايه المقصود بالاولد سكول او الكلاسيك، انه الكلام بيبقى موجود الاول، كلام الشاعر، وبعدين الشاعر بيروح للملحن الموسيقي وبيقول له لحن لي موسيقى على الشعر ده او على القصيده او على اي حاجه. فده اللي كان بيحصل دايما، هنلاقيه بقى في الحان عن محمد عبد الوهاب آه، آه، قديما. وحديثا يعني من القليلين اللي بيعملوا الموضوع ده بشكل منتظم طبعا الفنان الكبير عمر خيرت و كاظم الساهر. انه الكلام بيجي الاول، وبعدين بيبتدي الملحن الموسيقي انه او المؤلف الموسيقي ان هو يتخيل اللحن المناسب للكلمات دي. هتلاقي الجزء اللي فيه شجن بيحطه في مقام او في حاجه ليها علاقه بالشجن. لو لقيت انه حاجه فيها ذكريات بتبقى معموله بطريقه مختلفه، ودي واضحه جدا في الحان زي الموسيقار محمد عبد الوهاب او الموسيقار بليغ حمدي. آه، عشان كده دي دايما دي الاي بي سيز، وعشان كده دايما لو اي حد من المتابعين حب انه يطور وانه يخش معانا وانه يبتدي يتمرن ويخش ورش وكده عشان يثقل موهبته، وده ممكن بالمناسبه يكون بالتوازي مع انه يسجل معانا حاجه وتطرح على القناه يعني. هيلاقي انه دايما الابجديات لازم يغني القديم، لانه المشكله حاليا معظم الاغاني الجديده اولا بتركز على لون واحد، وهو لون بيسموه يعني في الدراسات النظريه بيسموه طقطوقه. الطقطوقه ان هو يبقى فيه مذهب والمذهب ده بعدين في كوبليه بيتكرر مره او مرتين بنفس اللحن. ده بيختلف عن فن القصيده. القصيده الغنائيه انها بتبقى اعتقد اقل حاجه تكون 7 ابيات وتبقى اكتر من كده، وبتدي بقى فرصه للملحن ان هو يتنقل بين المقامات، ودي بتبقى الاغنيات بتبقى بطبيعتها طويله، في بتبقى منها بيكون قصير ما بيلتزمش بفكره انه يخش يعني باللغه البسيطه العاميه يخش مدخل الاغنيه او المقدمه الموسيقيه، وبعدين يقوم في كوبليه يقوله بلحن مختلف غالبا بيبقى على نفس المقام الموسيقي او السلم الموسيقي، ويكرره مع تغيير الكلام. دي اغلب الاغاني دلوقتي اللي موجوده كده. فانا اعتقد لو عايزين نقدم حاجه مختلفه، عايزين نشوف تاني مساله القصيده الغنائيه حتى لو بالعاميه ما فيهاش مشكله، بس يبقى اللحن في تنقل بين المقامات، ما يبقاش لحن نمطي. ما يبقاش لحن نمطي. ده ما يمنعش انه الالحان اللي بيسموها التقاطيع او الطقطوقه ما يمنعش ان هي ليها جمهورها، بالعكس وحلوه جدا وكلنا بنسمعها وبنحبها، بس عايزين نقدم حاجه مختلفه. عايزين نقدم حاجه مختلفه. فطبعا اهلا جدا باي شعراء، سواء في العاميه سواء في الفصحى. وان كنت بشوف ان في بوتنشال حلو لمساله الفصحى، انه يقدم حاجه ويتلاقي لها لحن مناسب يعني يليق عليها. وهو بشكل عام برضو ممكن حد بيسأل، طيب هو كل بالذات في موضوع الغنى، هو اي حد هيقدم حتى لو عايز يخش في مجال التدريب وده مهم جدا، هل لازم يقبل؟ ممكن يقبل وممكن لا. طيب ممكن يتسأل سؤال يعني اكيد في ذهن الناس، يا ترى في رسوم للتقديم؟ لا، مفيش رسوم للتقديم خالص لاي حاجه. احنا غرضنا ان احنا نشوف المواهب الشابه، ان احنا نوفر لها بيئه مناسبه ومكان
ان هم يقدموا موهبتهم، وعلى التوازي يتم صقل الموهبه دي سواء من خلالنا او هم بشكل منفصل يصقلوها لو مش حابين عن طريق المراكز او المعاهد الريكومندد من ناحيتنا او المدربين، بحيث يقدروا يقدموا حاجه كواليتي باعلى كواليتي ممكنه وتعيش. بس فكره برضو ده ممكن سؤال يتبادر للذهن. احنا النموذج او اللي بنشتغل بيه دلوقتي يعني في المرحله الحاليه في ميركوري ستوديوز، انه احنا بنفضل اكتر انه لو حد عنده موهبه ان احنا نتولى التكاليف اللازمه عشان نحاول يعني نطلع التراك. يعني نفترض ان حد عنده شعر كويس او حد عنده فاحنا هنعمل له الميكساج او هنسجل الشعر بتاعه ده، هنلحنه، او لو في ملحن فاحنا هنشوف له موزع ويبقى في استوديو يتعمل فيه الحاجه بصوت نقي، وانه يطلع المنتج. وبيبقى غالبا ان احنا يعني ممكن الفكره او الموديل المقترح انه يتم اقتسام الارباح اللي بتطلع من خلال البلاتفورمز اللي موجوده. ممكن دي تكون مختلفه عن الافكار اللي ممكن تكون قديمه، وزي ما بنقول عشان نقدر برضو ننتشر ونطلع فكره الافكار القديمه ان بيجي ملحن بيبيع لي العمل بتاعه، وانا زي ما بقول انا مش عايز الملحن لوحده، انا عايز الملحن يلحن اولد سكول، يعني يجي له الكلمات نقول له لحن دي. لكن الالحان الجاهزه انا في تصوري تريكي، ويعني مش هو ده اللي ممكن. طبعا يبقى فيه استثناءات لو اللحن حلو قوي، لو كانت بالصدفه انه اللحن راكب على الكلام، لكن مش حابب انه ده يكون هو الشايع يعني. آه بس وبنعمل اتفاقات، ده اللي في ذهني يعني، انه مع اي حد صاحب موهبه آه وانه يبتدي ننزل العمل من خلال ميركوري ستوديوز، ويتم اقتسام الارباح بطريقه متفق عليها. احيانا بيجي لنا طلبات، ممكن الناس عايزه تشتغل موظفين. احنا حاليا لسه ما فيش فيكنسيز او اماكن شاغره للتوظيف. زي ما بنقول احنا بادئين سوفت لونش بالقناه، وان شاء الله مع الوقت ما القناه تكبر وتتاسس بشكل اكبر واكبر، ان شاء الله ممكن يبقى في اعلانات على البيج برضو لو هنحتاج موظفين، بعيدا عن المواهب اللي ممكن نحتاجها. وان شاء الله استنونا قريب، هتنزل حاجات حلوه هتعجبكم، واهلا بيكم. طبعا سامحوني لو طولت عليكم، اتمنى ان الصوت يكون واضح. انا يمكن عامل الفيديو بكاميرا موبايل، بس ان شاء الله ان شاء الله تبقى متنفس حلو، قناة تبقى متنفس حلو ليكم، ونقدم حاجات جيدة جدا جدا تعجبكم. وزي ما قلت انا هحط كل البيانات على في الديسكريبشن الخاص بالفيديو ده. شكرا جدا. باي باي.